دكتور صلاح حسن الله، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجامعة المصرية، كلمة حضرتك تحب توجهها للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ والله أقول للشعب المصري ربنا يا رب يجعل عيد الأضحى المبارك عيد خير وعيد سعادة وعيد رخاء على الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية بشكل عام. وبتمنى كده بإذن الله إن الشعب المصري يعني خصوصا بعد كلمة الرئيس ما قبل العيد اللي دعا فيها الشعب المصري المزيد من العمل وراهن فيها على الشعب المصري وقدراته ومعدنه الأصيل اللي بيظهر في وقت الشدائد. ويمكن كان أحد أبرز هذه الشدائد يعني يحدث في قناة السويس، ورهان الرئيس على أن هذا المشروع سيمول من أموال المصريين، وبالفعل في إنجاز يشبه الإعجاز في خلال 8 أيام نجح يعني تفوق الشعب المصري على نفسه وجمع 64 مليار جنيه في ظاهرة غير مسبوقة. في العيد بقول للمصريين يعني ناخد اجازة العيد، نعود بعد العيد مزيد من العمل ومزيد من المشاركة في الإنتاج ومزيد من المشاركة في بناء مصر الحديثة القوية، ويا رب يجعل أيامنا كلها أعياد. كل عام وحضرتك بخير. كل سنة.